بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي، وهنعمل مع بعض صينية نجريسكو من الآخر. ومن الآخر يا جماعة، لو عملت صينية النجريسكو بنفس الخطوات هتاكلوا نجريسكو أول مرة تاكلوه في حياتكم بالجمال ده، ومش هتبطلوا تعملوه بنفس الطريقة تاني أبدا. اتفضلوا معايا نشوف تفاصيل فيديو النجريسكو اللي معانا. بسم الله. عندي اول حاجه ميه مغليه نزلت فيها بمعلقتين ملح، ونزلت بكيلو مكرونه سباكيتي. مكرونه انا مكسراها على طلب اصحابها، مكسراها قلب 4 قطع للكيس، وهسيبها على النار 6 دقايق وارجع لها تاني. طاسه على النار، حطيت معلقتين زبده كبار وحط عليهم معلقه زيت. انزل عليهم بالبصل مقطع كريهات صغيره جدا، عشان انا مش عاوزه الزبده تتحرق، عايزه انزل بالبصل عليها قبل ما تبدا تسيح قوي. بعد كده البصل اتشوح شويه ونزلت عليه بقطع الفراخ. انا الفراخ اللي كانت متاحه في التوقيت ده عندي افخاد، فكنت خليها من العظم والجلد ومقطعاها قطع صغيره جدا. طبعا لو عندك صدور او بانيه هيبقى جميل جدا، كمان تقدري تستخدميه، لكن ده المتاح عندي في التوقيت ده. كمان هشوح الفراخ مع البصل كويس جدا جدا. انا دلوقتي حطيت بس معلقه فلفل اسود، تقدري تضيفي فلفل اسود او ابيض المتاح عندك. ضفت معلقه فلفل اسود وهشوح او هقلبها مع الفراخ والبصل كويس جدا، والزبده طبعا والزيت اللي حطيناهم في الاول. يتشوح الكلام ده كله مع بعضه كويس. وعندي بشره جزرتين كبار، نزلت على الفراخ بالجزر المبشور، هشوحه هو كمان كويس جدا مع الفراخ والبصل. لما تجربوا الوصفه بنفس الطريقه والخطوات والخامات قولوا لي رايكم فيها ايه. ضفت بعد كده فلفل بلدي عادي ومتقطع قطع صغيرة. لو عندك فلفل ألوان تقدر تضيفي ألوان، لكن كمان ده اللي كان متاح في التوقيت ده عندي. واشوح كل الكلام ده برضو مع بعضه تاني كويس. طبعا النجرسكو هنضيف لها زيتون، لكن انا في العادي اي حاجه هدخل فيها زيتون، بيتزا او مكرونات او اي شيء، لازم اخلي الزيتون يخلى من الملح بتاعه تماما، يبقى زيه زي الاكل الموجود بالظبط. يعني ما عادش فيه ملح عالي او يكاد ما فيهوش ملح اصلا، لاني حطيته في الميه كده مرتين 3، اغير الميه لغايه ما بقى معتدل جدا جدا وبقى طعمه زي طعم الاكل. عندي كمان مشروم. المشروم اللي عندي معلب فضيته وغسلته كويس وصفيته في مصفى وضفته على الحشوه بتاعتي. البهارات اللي معايا معلقه ملح كبيره، توم وبصل بودر وبهارات فراخ ومعلقه صغيره جنزبيل. هقلب الكلام ده كله مع بقى الحشوه بتاعتي كويس. كده هضيف كوبايتين ميه مغليين عشان اكمل سوى الفراخ والخامات اللي حطيتها كلها مع بعض، وبعد كده نكمل خطواتنا سوا. نسيب بقى الفراخ بتاعتنا تكمل سواها ونروح نعمل البشاميل بتاعنا او الصوص بتاع النجرسكو. طبعا احنا متفقين ان الدقيق والزبدة لازم يكونوا قد بعض. هتستخدمي سمنة هتستخدمي زبدة، اللي هتستخدميه لازم تكون المادة الدهنية قد الدقيق، علشان تدينا الطعم اللي احنا عاوزينه، وكمان تكون كريمية جدا ما تبقاش فيها اي تكتلات في الزبدة. طبعا انتي لو عايزة تقللي الزبدة هيرجع لك، لكن الصح بتاعها ان تكون كمية الزبدة او كمية الدهون قد كمية الدقيق. انا حاطة دلوقتي 6 معالق دقيق، وما يقاربهم من الزبدة والزيت مع بعض. يعني حتى حوالي 3 مكعبات كبار زبدة مع معلقتين زيت. وهشوح الدقيق كويس جدا لغايه ما اشم ريحته واحس ان هو خلاص اتشوح كويس وما عادش فيه اي رطوبه ولا ريحه الدقيق خلاص راحت. ضفت عليه بعد كده كوبايتين حليب. انا عندي كيلو حليب هضيفه بالتدريج على الخليط بتاعي. نزلت بكميه الحليب كلها وهبدا اقلبها كويس قوي مع الدقيق بتاعنا. وطبعا الكلام ده بعيد عن النار، يعني انا مجرد ما حمرت الدقيق طفيت النار عليه وضفت الحليب. بعد كده ضفت فلفل اسود والثوم وبصل بودر والملح كبيرة من مرقة الدجاج الفورية، وهقلب طبعا الكلام ده كله مع بعضه كويس. ان الصينيتين اللي عندي كبار، حاسة ان البشاميل بتاعي يبقى قليل، فانا هزود حوالي كمان كيلو شوربة، وهبدأ اقلبها بقى مع البشاميل لغاية لما
يتجانسوا مع بعض كويس جدا. وهرجع بعد كده البشاميل على النار دقيقتين اتنين عشان يديني السمك اللي انا عاوزاه، لان طبعا احنا اتفقنا ان احنا من اول ما حمرنا الدقيق رفعنا البشاميل من على النار، وبدأنا نضيف له السوائل بتاعتنا ونقلب معاه السوائل وهو بعيد عن النار لغاية ما يكون كريمي جدا جدا. ومش مشكلة درجة خفيته قد ايه، لان احنا هنقدر نتحكم في درجة تقله لما نرجعه على النار تاني. هخلي اشرب الشوربة والحليب وكل الخامات بتاعتي مع بعضها تتجانس كده، وبعدين هاخد الخليط بتاعي كله واروح على النار تاني عشان يديني درجة التماسك اللي انا عاوزاها للصينية بتاعتي. في المرحلة دي بقى عندي علبة كريمة لباني. طبعا مش هضيفها كلها وهي اختيارية، لكن اكيد بتضيف لك طعم مختلف تماما وبتعلي التست بتاع البشاميل بتاعك جدا جدا. انا ضفت نص العلبة بس عشان هنحتاج الباقي هنضيفه على وش الصينية. طيب الزيتون بتاعنا طبعا اتحلى كويس جدا. هضيفه دلوقتي بقى بعد ما طفيت النار على الفراخ. هضيف الزيتون، انا مش عايزاه يستوي او يطرى. هضيفه بقى واقلبه كويس، وهو كده بملحه نفس ملح الفراخ، مفيش اي اختلاف، ولا هيعلي معايا الملح ولا الكلام ده خالص. قبل ما خلاص هقفل الصينية بتاعتي رجعت البشاميل على النار عشان اظبط بقى درجة السمك بتاعته، وقلبت فيه لغاية ما وصل للدرجة اللي انا عاوزاها من التقل. وبعد كده هاخده واروح، انا طبعا مش عاوزاه تقيل قوي عشان يبقى زي ما انتم شايفين كده درجة التقل بتاعته كده بالنسبة لي ممتازة جدا. وبدأت احط في ارضية الصينية الاول كلها اغطيها بطبقة من البشاميل اللي احنا عملناه، وبعد كده هفردها في الصينية كلها وابدأ انزل بالمكرونة بتاعتنا. انا بالنسبه للمكرونه النجريسكو او الالفريدو، النوعيات دي من المكرونه مش بحب اعملها طبقتين بالظبط زي المكرونه البشاميل. بحب احط الحشاوي في الوسط او مختلطه مع المكرونه كامله، يعني يبقى فيها تغيير شويه عن البشاميل. فانا دلوقتي هحط طبقه من المكرونه على البشاميل، وبعد كده هحط عليها معلقتين من الصوص البشاميل عشان تتماسك كده مع بعضيها. كده هنزل بجزء من الحشوة، حوالي نص الحشوة تقريبا، عشان انا هعملها على طبقتين. كل الخطوات بتاعتها على طبقتين، البشاميل والمكرونة والحشوة كمان. فدلوقتي هفرد نص الحشوة اللي معايا كلها على الصينية. وبعد كده عندي قطعة جبنة ميكس، وعندي كمان جبنة موتزاريلا. هحط الجبنة الميكس المتاحة عندي دلوقتي على الجزء اللي انا حطيته من الحشوة، وعليها شوية من الموتزاريلا. وبعد كده نزلت ببقية المكرونة. طبعا تقدري تزودي كمية الجبنة زي ما تحبي، لكن انا شغالة على قد الخامات اللي جاتني من اصحاب الصينية. فدلوقتي فردت بقية المكرونة زي ما اتفقنا هنعملها على طبقتين. وبرضو هرجع تاني احط معلقتين كبار من البشاميل على وش المكرونة، وهرجع كمان اضيف اخر طبقة من الحشوة عشان نكمل صينيتنا الجميلة. هفرد بقى كل بقية كمية الحشوة اللي باقية عندي. كده الحشوة متفرقة على طبقتين متجانسة جدا مع المكرونة كلها. بعد كده هضيف بقية البشاميل اللي عندي على وش الصينية. طبعا اكيد بعد ما اخلص الكلام ده كله هنضف الصينية بتاعتي كويس جدا من بره قبل ما احطها في الفرن عشان مفيش حاجة تنشف عليها، وفي النهاية تبقى الصينية شكلها كويس وانا بقدمها. حطيت كمية البشاميل اللي باقية عندي، غطيت المكرونة خالص والحشوة وكل حاجة غطيتها كويس جدا بالبشاميل اللي احنا مش عاوزينه طبعا زي ما قلنا ناشف قوي. وضفت اخر شوية عندي من الكريمة اللبان اللي كنا سايبينهم على وش الصينية، ودخلتها فرن متوسط الحرارة فوق وتحت. وزي ما انتوا شايفين كده اول ما غليت حطيتها على الرف التحتاني لغاية لما غليت، وبعد كده رفعتها على الشبكة على اول ارتفاع. حطيت الشبكة ومولعة فوق وتحت وسبتها لغاية ما ادتني اللون ده واستوت كويس. وطبعا جربتها بخلة او بسكينة ومفيش فيها اي سوائل ولا حاجة، السوائل اللي فيها معقولة قوي، فهي خلاص استوت كمان واخدة لون ممتاز زي ما انتوا شايفين. لكن طلعتها بقى وحطيت عليها اخر طبقة من الجبنة، لان انا مش بحب احط الجبنة في الاول علشان الصينية تستوي براحتها وتنشف كويس من السوائل للدرجة اللي انا عاوزاها. بعد كده احط الجبنة في الاخر واخليها يدوب بس تسيح كده وتاخد لون بسيط جدا، تبقى هو ده اللي انا عاوزاه. انا فردت بقيه الجبنه اللي عندي، الموتزاريلا او ميكس جبنه او شيدر المتاح عندك، او تبشر عليها بارميزان او جبنه رومي زي ما تحبي، وهدخلتها الفرن
طلعت زي ما انتوا شايفينها بألف هنا وشفا لأصحابها، جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. الاوردر ده كان 3 صواني، راحوا لاصحابهم وبعتوا لي صور من التقديم بتاعها بألف هنا وشفا. زي ما انتم شايفين صينيه النجرسكو جميله جدا، وهي طبيعي من الحاجات المحبوبه كل اصناف البشاميلات يعني، نجرسكو او الفريدو او بشاميل، كلها محبوبه عندنا قوي. عايزة أفكر حضراتكم إن إحنا عندنا على القناة قوائم التشغيل فيها قسم المكرونات لوحده، لو حبيتوا تشوفوا فيها أي حاجة تشرفونا بوجودكم معانا على القناة. في قوائم التشغيل فيها المكرونات لوحدها والسلطات والحلويات، هتلاقوا التصنيف هيعجبكم إن شاء الله لو شرفتونا وحبيتوا تاخدوا فكرة عن قوائم التشغيل في القناة. بألف هنا وشفا لأصحابها، ومتشكرة منهم جدا جدا على كل الصور اللي بعتوها، حقيقي ميرسي جدا لعرايسنا الحلوين اللي اهتموا وبعتوا لي الصور. وبألف هنا وشفا ليهم وليكم إن شاء الله لما تنفذوا الوصفة. أتمنى إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة تشرفوني بوجودكم معايا بالإعجاب والتعليق والاشتراك في القناة. إذا المحتوى بتاعنا يستحق وجودكم المشرف معانا، شرفونا بوجودكم. السلام عليكم.